ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. بتوحشوني جدا جدا. النهارده معانا طاقة جديدة ومعانا استرسال جديد، وخلوني بقى اقول لكم طاقتكم اللي انا حاساها دلوقتي. انا حاساكم دلوقتي بتمروا بموقف كده في حياتكم، يعني ممكن يكون عامل لكم تشتيت، بس التشتيت ده واضح جدا في طاقتكم، وكأن ذهنكم كده مشغول بأكتر من حاجة في نفس الوقت. حاسه ان انتوا ما عندكمش تركيز كفايه انكم تخططوا او تاخدوا خطوه ثابته دلوقتي. يمكن في شغل منكم محتاج انجاز، يعني محتاج ان انتوا تخلصوه دلوقتي، او قرار محتاج ترتيب، ترتيب افكار، بس الافكار متلخبطه جواكم. انتوا مش عارفين تبدأوا منين، ولا انتوا تخلصوا اللي وراكم ده ازاي، يعني فاهمين؟ مش عارفين نعمل ايه ولا ايه. وده مخلي طاقتكم كلها مستنزفة أو مسحوبة في التفكير بس من غير تنفيذ، وده أكتر شيء بيستنزفكم دلوقتي. آه الرسالة اللي جايلك هنا دلوقتي بتقولكوا يعني أو الشيء اللي انتوا المفروض تعملوه دلوقتي، لو انتوا حاسين بالتشتيت ده، هاتوا ورقة وقلم واكتبوا كل اللي في دماغكم على الورقة دي. يعني كل حاجة مطلوبة منكم، كل فكرة، كل التزام، حتى الحاجات الصغيرة، وبهدوء جدا ابدأوا رتبوا الحاجات دي واحدة واحدة، واشتغلوا على يعني على كل حاجة كده، بس يعني واحدة واحدة. ولما تخلصوا يعني مثلا هاتوا ورقة اكتبوا فيها كل الحاجات اللي انتوا المفروض تنجزوها دلوقتي، او المفروض تشتغلوا عليها، او الافكار اللي انتوا بتفكروا فيها. اوكي؟ بالقلم كده او باي لون علموا على الحاجة اللي انتوا هتشتغلوا عليها دلوقتي، او عندكم القدرة اللي انتوا تخلصوها دلوقتي. تمام؟ وهي دي الحاجة الوحيدة اللي انتوا هتفكروا فيها، او هي دي الحاجة اللي هتاخد كل تفكيركم. ما تفضلوش بقى تفكروا في كل حاجة مرة واحدة، علشان ده بيعمل لكم تشتيت. احنا لما يعني لما بننقل الافكار بتاعتنا او اللي في عقلنا على الورقة، ده بيدي لعقلنا احساس بالسيطرة، بدل ما بيخلق احساس بالضغط. فاهمين؟ يعني طول ما الافكار في دماغنا بس، احنا بنضغط ومش عارفين نبدأ منين ومش عارفين نخلص ايه الاول. بنحس ان احنا جوانا او علينا حاجات متراكمة قد كده. لكن لما بنبدأ نفرغ الافكار دي قدامنا على ورقة، عقلنا كده بيحس ان هو اللي مسيطر على الموقف، فمش بيتضغط. اوكي؟ احنا هننقل الافكار دي على ورقة، ونشوف ايه اللي احنا عندنا القدرة دلوقتي ان احنا نخلصه، ونعلم عليه كده ان احنا شغالين عليه دلوقتي. اول ما يخلص الشيء ده، او اول ما ننجز المهمة دي او الفكرة دي، بنشطب عليها خالص، ويبقى كده خلصنا حاجة. بنبدأ في التانية. ايه الحاجة التانية اللي انا عندي القدرة ان انا اشتغل عليها دلوقتي؟ بنعمل برضو نفس الحوار، بنعلم عليها، ونبقى كده عارفين ان احنا شغالين على الحاجة دي. فانا كده خلاص عقلي بقى فاهم ان هو مسيطر. اوكي كده فهمنا؟ طيب في طاقة كمان هنا بتقول ان في ناس منكم دلوقتي انتوا بتفكروا تنفذوا حاجة على ارض الواقع. يمكن بتفكروا في مشروع، او تعملوا تغيير، او بتفكروا ان انتوا تاخدوا قرار، بس القرار ده انا حاسه انه كبير شويه، يعني قرار مصيري. المهم ان الخطوه دي هي خطوه جديده، بس انا واضح لي ان الموضوع ده واخد منكم وقت طويل جدا في التفكير. يعني انتوا بقالكم فترة كبيرة قوي عمالين تفكروا في الموضوع ده، كل مرة تقولوا هنبدأ، بعدين ترجعوا تقولوا لا لسه، او بتقولوا لا يعني لسه التوقيت مش هو ده، يعني نستنى شوية. يعني بتتراجعوا كل ما تيجي خلاص تنفذوا، بتتراجعوا. انتوا حساكوا ان انتوا يعني عندكم رهبة قوية كده، اول ما تفكروا ان انتوا خلاص تاخدوا الخطوة دي. بس اللي انا حابة اقوله لكم ان الرهبة دي طبيعية جدا، لان الخطوة اللي انا شايفاكم عايزين تاخدوها دي هي خطوة جريئة بالنسبة لكم. بس هي جريئة، جرأة إيجابية مش تهور. يعني انتوا مش متهورين في حاجة، انتوا مش عاملين حسابكم او مش عاملين حساباتها، او
مش عاملين دراسة ليها، لأ انتوا سواء بقى قرار او تغيير او مشروع انتوا دارسينه كويس جدا، بس الفكرة عندكم في الخوف من البداية، بس هي دي كل الفكرة. الجرأة اللي جاية لكم دي هي نابعة من وعي، من إحساس إنكم يعني كبرتوا ومستعدين دلوقتي تتحملوا مسؤولية اختياركم. أوكي، ولكن بس هو الخوف شوية. فمطلوب منك هنا ان انت مادام خلاص نويت، وان انت عملت دراستك، او ان انت متأكد ان القرار ده هو القرار الصح ليك، حتى لو كان قرار انفصال، بس انت شايف ان القرار ده هو الصح، الصح للطرفين، او الصح للأسرة، او الصح للأطفال اللي موجودة، علشان ما يحصلش الأسوأ من كده. اوكي، ده مثال. فالاختيار ده انا شايفة ان هو الصح. ولو انتوا لسه الخوف ده مخليكم كده واقفين مكانكم، مش قادرين تتحركوا، مش قادرين تبدأوا، او تعلنوا الشيء ده، فانتوا يمكن محتاجين ان انتوا تصلوا استخارة، ويعني تتوكلوا على ربنا و... وان شاء الله هو خير، هو مش حاجة وحشة يعني. تمام. شايفة في منكم كمان هنا ناس يمكن مضغوطين من اشخاص حواليكم. في ناس حواليكم عامله لكم ضغط. آم، الضغط ده يمكن عشان هم عايزين منكم او بيطلبوا منكم ان انتوا تعملوا حاجة هي ضد رغبتكم. مثال برضو، يمكن في ناس هنا بتضغط في موضوع ارتباط او جواز، او في هنا قرار المفروض حاطينكم كده في موضع ان انت تاخد قرار دلوقتي، او حتى يمكن الناس بتعرض عليك اتجاه مهني جديد، بس مش اللي هو كمجرد عرض، لا ده في ناس بتضغط بتحاول تقنعك. ف آم، حاسة ان ده بيسبب لكم ضغط، لاني شايفاكم ان انتوا بتحاولوا تدافعوا عن حريتكم شوية، او بتحاولوا انتوا هنا بتحاولوا تشرحوا وجهة نظركم لحد، او بتحاولوا تقربوا المسافات شوية، بس في نفس الوقت انتوا مش عايزين تتنازلوا عن اللي قلبكم حاسس بيه، لان انا شايفة ان في حاجة تانية هنا هي اللي واخدة شغفكم، واخدة حماسكم، مخلياكم انتوا متمسكين بطريق معين، فمش عايزين تستسلموا للضغط ده. فانا عايزه اقول لكم هنا في رساله مهمه قوي ليكوا، ان انتوا تحاولوا تسيطروا على غضبكم شويه، لان انت ممكن تدخل في نقاشات الفتره اللي جايه، او حاليا انت في النقاشات دي او المواجهات دي مع اشخاص مش يعني ايه، ممكن ما يكونوش فاهمينكم، مش حاسين بيكم، هم مش في مكانكم. فانت ساعتها اعصابكم يعني ممكن تفلت منكم شويه. آم، هتحسوا ان انتم مش قادرين تسيطروا على غضبكم. فاذا حسيتوا بالموضوع ده يا جماعة، ان انتوا في نقاش او في مواجهة دلوقتي، وحسيتوا ان انتوا هتغضبوا او اعصابكم هتفلت، فنحاول بس يعني ننسحب من المكان ده، حتى ولو لدقايق، لان المكان اللي انتوا هتبقوا قاعدين فيه او بتتكلموا فيه هيبقى مشحون بطاقة غضب كبيرة جدا. فحاولوا ان انتوا تنسحبوا من المكان ده حتى ولو لدقايق بسيطة، ابعدوا عن المكان، خدوا نفس عميق، ما تستهتروش باللي بيقولكوا خدوا نفس وتنفسوا، لانه بيهدي كتير جدا. تمام. خدوا نفس عميق، اشربوا مية، لانكم في الوقت ده انتوا مش مطالبين ان انتوا تبرروا نفسكم اكتر من اللازم. اوكي. انا ليه بقول تنسحبوا وما تسمحوش للغضب انه يسيطر عليكم؟ لان انا شايفه ان ممكن النقاش ده هيكون مع حد قريب منك جدا، يعني ممكن يكون من من اب، من اخ او اخت يعني، فناس انتم يعني ما ينفعش ان انتوا تخسروهم. بس فنحاول بس نسيطر على الغضب شوية. آه، في كمان يعني انا شايفة ان في طاقة تغيير واضح في حياتكم كمان العاطفية. فانا شايفة ان في رسالة بتقولك يعني إن حياتك العاطفية بتتجه لاتجاه افضل في الفترة اللي جاية، بتروح لمكان افضل من اللي فات. شايفة في ناس منكم هنا بتدخل مرحلة جديدة في الحياة العاطفية، او انت بتعمل حاجة، الحاجة دي بتخليك تنفتح على محيط مختلف، بتعمل شغل جديد، الشغل ده بيخليك تروح اماكن جديدة، فبيكون في معارف جديدة.
انت هتقابل اشخاص مختلفين فعلا، سواء بقى اصدقاء او في الحياة العاطفية. بس الرسالة هنا بتأكد ان ده في الحياة العاطفية. يعني انا شايفة ان في ممكن شخص جديد هيدخل حياتك، او انت هتتعرف على شخص جديد، او انت حاليا في البداية لسه. يعني انا حاسة ان انتوا ممكن تكونوا دلوقتي معجبين كده بشخص جديد، او في حد كده ايه شاغلكم، لافت نظركم، لافت انتباهكم، حاجة كده. طيب بس في ناس تانية بقى، الطاقة الجديدة دي هي جاية مع شخص قديم. يعني هو شخص اصلا انت على ارتباط بيه، اوكي، ولكن الشخص ده هيرجع لكم بعد انفصال او بعد مسافة طويلة. الشخص ده لو قديم، فالشخص ده راجع بطاقة مختلفة تماما، لان الشخص ده مر بتجربة يمكن كسرته شوية، او آم، مش عارفة ليه حاسة ان الشخص ده مر بفقد او حاجة، او خسارة. يعني يمكن فقد حد من اهله، من اخواته، او صديق عزيز عليه مثلا، او حاجة زي كده. آم، او يمكن خسارة مادية كبيرة جدا. ايا كان، في كل الحالات التجربة اللي مر بيها الشخص ده حاسة ان هي كسرت يمكن غروره شوية. انا حاسة انتوا خدتوا بالكم من صوتي، الشخص ده يمكن بيمر بحالة دلوقتي فيها بكاء، او هو او انه مش قادر يتكلم مع حد حاليا، يمكن يكون مختفي دلوقتي، فيمكن بسبب الموقف اللي انا بقولكوا عليه ده. طيب الموقف ده غير الشخص ده، او غير نظرته للحياة وللعلاقات عموما. انا حاسة ان هي خلت نظرته بقت انضج شوية. خليني فيكم انتوا، انا شايفاكم انتوا سواء بقى الجديد او القديم، انا شايفة ان انتوا عندكم خوف واضح. خوف من ان انتوا تفتحوا قلبكم تاني، خوف من ان يتكرر معاكم نفس السيناريو. انتوا خايفين من الخذلان، خايفين من الهجر، خايفين من انكم تتسابوا فجأة من غير تفسير. ده طبيعي جدا بعد اللي انتوا مريتوا بيه. آه واضح هنا ان في جرح هجر عندكم محتاج شفاء يا جماعة. الجرح ده خليكم دايما دايما كده في اي علاقة بتبقوا مستعدين للخسارة قبل ما تحصل اصلا. شايفاكم ان انتوا بتحموا نفسكم بالانسحاب او بالصمت، او ان انتوا يبقى عندكم تحكم زايد. فانا عايزه اقول لكم ان الرساله الاخيره هنا قبل ما ندخل في الاسترسال، الرساله دي بتقول لكم مش مطلوب منكم دلوقتي ان انتوا تدوا الثقه بسرعه، سواء بقى شخص جديد او شخص جاي من الماضي. ما تضغطوش نفسكم ان انتوا ترجعوا اصلا تثقوا فيه بسرعه، لا. ولا مطلوب منكم ان انتوا تفتحوا قلبكم غصب عنكم. لو في ناس منكم رافضه الشخص ده، خلي رفضكم يبقى واضح. يعني ما تحاولوش بقى تجملوها، او ان انتوا ما تبقوش عارفين تقولوها ازاي، لان في ناس منكم هنا ممكن تتكسف من الشخص ده. فلا، لو انتوا فعلا شايفين ان العلاقة دي مش نافعة، خلاص قولوها بكل وضوح. يعني دي برضو رسالة واضحة لي هنا. بس المهم بقى دلوقتي ان انتوا مطلوب منكم ان انتوا تعترفوا بالجرح اللي جواكم، لان في ناس ممكن تكون بتهرب من الجرح ده. محتاجين ان انتوا تتعاملوا معاه بهدوء، لان الشفاء الحقيقي بيبدأ لما انتوا تبطلوا تهربوا من الاحساس ده. انتوا محتاجين تسمحوا لنفسكم تعيشوا من غير خوف مستمر كده. طاقتكم دلوقتي محتاجة هدوء، محتاجة ترتيب وحدود واضحة زي ما قلتلكم. هو ده اللي مطلوب منكم دلوقتي، والباقي بقى سيبوه على ربنا، سيبوه هيجي لوحده. بس دي طاقتكم. خلونا بقى كده دلوقتي نقعد في مكان هادي، ناخد نفس عميق، ونريح جسمنا وعقلنا شوية. والنهاردة انت محتاج تسمع ذاتك العليا بتقولك ايه، لان في رسالة هنا انت محتاج تسمعها دلوقتي. ويمكن لو طاقتك حسيت ان هي مش قادر دلوقتي، هتكملها بعد شوية. بس الرسالة دي مهمة، او هتريحك، هتطبطب على قلبك شوية. اوكي. يلا ناخد نفس عميق، ويمكن انا هقول الاسترسال وهقفل على طول، يعني مش هقول حاجة بعد كده. اوكي. انا
شايفة كل خطوة خدتها وانت خايف، وكل مرة قررت تكمل رغم انك مش متأكد. وشايفة قد ايه الطريق ما كانش سهل عليك، وقد ايه اتأخرت، مش لانك ضعيف، لكن لانك كنت بتفهم وبتتعلم وبتستوعب الدرس على مهلك. انا فخورة بيك جدا، فخورة انك اخيرا بدأت تختار نفسك، مش بالهروب لكن بالوعي. فخورة انك بتاخد خطوات حقيقية تجاه حياتك، حتى لو الخطوات دي صغيرة من بره، هي كبيرة قوي جواك. اللي انت بتعمله دلوقتي مش بسيط، انت بتغير نمط قديم، بتكسر دواير كانت مستنزفاك، وده أصعب بكتير من إنك تبدأ من الصفر. عارفة إن في تحديات هتظهر قدامك، ويمكن تحس أوقات إن الطريق بيقسى عليك فجأة، بس التحديات دي مش جاية عشان توقفك ولا عشان تخليك تشك في حلمك، هي جاية عشان تقويك، علشان تخليك ثابت واثق وعارف إنك تستاهل اللي انت بتسعى ليه. يمكن تلاقي نفسك بتقع شوية أو ترجع تشك في نفسك، بس ده طبيعي. مش كل شك معناه فشل، ومش كل تعب معناه إنك في الاتجاه الغلط. أوقات التعب بيبقى علامة إنك ماشي صح، بس بتكبر وبتوسع قدرتك على الاحتمال. أنا شايفة محاولاتك، حتى اللي محدش خد باله منها، شايفة إنك بتصلح جواك حاجات قديمة، وبتواجه نفسك بدل ما تهرب منها، ودي شجاعة حقيقية. انت مش متأخر ولا ضايع ولا ماشي غلط، انت بس أخيرا ماشي بطريقتك. لو حسيت انك لوحدك، افتكر انك عمرك ما كنت كده، انا معاك. في كل مرة اخترت فيها انك تكمل بدل ما تستسلم، ومعاك في كل مرة قلت لنفسك كفاية وقررت تبدأ من جديد. خليك واثق انك بتتحرك صح، حتى لو الحركة دي نتيجتها مش واضحة دلوقتي. كمل، مش عشان حد،
ولا عشان تثبت حاجة. كمل عشان نفسك، كمل عشان الحياة اللي انت حاسس انها مستنياك. وانا فخورة بيك اكتر ما تتخيل. دي رسالتكم وانتوا محتاجينها حقيقي دلوقتي. انا حاسة بيكوا جدا، بتمنى لكم التوفيق والخير والنجاح في كل جوانب حياتكم، ونتقابل على خير في اوديو جديد. باي باي.